يا جماعة أنا أتناول الحديث عن السنة ليس على طريقة أساتذتنا في الجامعات ولا على طريقة يعني أصحاب الدراسات الذين يعني عملوا أبحاث ماجستير ودكتوراه في مسائل السنة وخدوا عليها إجازة الماجستير أو الدكتوراه أو ما خلافه. أنا ما بتكلمش بهذا الترتيب عشان تبقى الناس واخدة بالها. أنا ليا ترتيب تاني خالص في المسألة دي. كل نقطة في السنة أنا واخدها المهم قوي اللي هو الركيزة الأساسية، أنا بجيب عليها آيات القرآن ومعظم الأحاديث التي وردت، لأنها بتبقى ركيزة أساسية. لما بتتوه مننا بنتعب. لما الركيزة دي بتروح بيقعد الناس مش فاهمة حاجة. خلي بالك، فعشان كده الحتة المهمة بركز عليها. شوفوا الآيات. الموضع الخامس: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في سورة يوسف آية 109. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم منين؟ من أهل القرى. بص اللي بعدها بقى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية دي بتمنها وكمالها زي ما قريتها بالنص من غير تغيير ولا تبديل وردت مرتين في القرآن. مرة جت في سورة النحل في آية 43 ومرة جت في سورة الأنبياء في آية رقم 7. بص الآية بتقولي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وخلي بالك من القصر ده، قصر والحصر، إن مفيش واحدة ست هتبقى نبية. ده المفهوم اهو. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأنا بركز على النقطة دي وبركز عليها قوي وعايزك تاخد بالك منها قوي. الآية مرتين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الرجال دولك ربنا أوحى إليهم. يروحوا الجماعة أنصاف المتعلمين ولا الناس اللي هم نص جهال، نص جهال، يعملوا إيه؟ يقوم يقول لك: الله، طب ما في آية بتقول وأوحينا إلى أم موسى. ها؟